الحرب بين الهند وباكستان. يا صديقي، لو جينا نبص على الصراع بين الهند وباكستان هنلاقيه شبه مسلسل درامي طويل مليان مفاجآت وتوتر، وبيغلي كده من تحت لتحت من ساعة ما الاتنين استقلوا سنة 1947. تعال نحكيها كأنها فيلم أكشن هندي بس بلمسة مصرية. البداية: الطلاق الغير ودي الهند وباكستان كانوا بلد واحد تحت الاحتلال البريطاني، لكن لما الإنجليز قرروا يسيبوا المنطقة البلد اتقسمت نصين، الهند اللي أغلبها هندوس وباكستان اللي أغلبيتها مسلمين. الطلاق كان سريع ومؤلم وخلى ناس كتير تموت أو تتهجر. أول مواجهة حرب 1947، مكملوش سنة على الانفصال ولقيناهم داخلين في أول حرب بسبب كشمير، الإقليم اللي كان عليه خلاف من الأول. المهرجة بتاع كشمير اختار ينضم للهند، بس الباكستانيين قالوا لك: إزاي؟ دي أرضنا. قامت الحرب، والنتيجة وقف إطلاق نار سنة 1949، بس كشمير اتقسمت بين الاتنين وكل طرف شايف إنه الملك الشرعي. الجولة التانية حرب 1965، الهند وباكستان رجعوا تاني لساحة القتال، وبرضه بسبب كشمير. باكستان حاولت تدخل قواتها جوه كشمير الهندية وتعمل انتفاضة، لكن الهند مسكتهم متلبسين. الحرب كانت عنيفة بس ملهاش فايز واضح، وانتهت باتفاق سلام برعاية روسيا. الجولة الثالثة حرب 1971، الضربة القاضية، دي بقى كانت الحرب اللي قلبت الترابيزة. المرة دي الموضوع كان عن باكستان الشرقية اللي بقت بنجلاديش دلوقتي. حصلت مظاهرات وثورة في باكستان الشرقية، والهند دخلت على الخط وساعدت الناس هناك. النتيجة: باكستان خسرت الحرب وبنجلاديش طلعت للنور كدولة مستقلة. دي كانت أكبر خسارة لباكستان، والهند كانت شايفة نفسها المنتصر الكبير. مناوشات بعد كده حرب كارجيل 1999، باكستان حاولت تتسلل تاني لجبل كارجيل في كشمير، والهند ردت بعنف. توترات نووية، الاتنين بقوا عندهم قنابل نووية، وده خلى الدنيا تبقى أخطر، كل شوية تلاقي تهديد. الخلاصة: الهند وباكستان عاملين زي اتنين جيران في خناقة أبدية، كل ما الدنيا تهدى تلاقي شرارة تطلع وتولع من تاني. واللي بيزود الطين بلة: كشمير، دي بقت رمز الصراع اللي مش راضي يخلص.